يا هلا هلا اهلا بيكم في حكايه جديده مع بيرفكتو. المره دي بقى انا قلت ما اطلعش لوحدي، جبت اخويا صديقي العزيز. انا الحقيقه مش عارف هو بعرفه بالله انا بلعب كوره. وبيلعب مش كوره هينفع. برضه ولا لعيب الصراحه. بحط لكم اللينك بتاعه، يعملوا له فولو. مش عارف عايز يعمل لك فولو ولا ود صاحبي. ود، مفيش مشكله. يعملوا لك فولو. المهم بقى، يعني بعيدا عن المقدمه دي او النص كم دي، انا يعني لازم اتكلم في حاجه. الراجل ده يا جماعه كان عنده اكسبكتيشن لماتش امبارح اسبانيا وفرنسا. اسبانيا وفرنسا. الطبيعي انا قلت له فرنسا هتكسب اسبانيا 3-4 مستريح. الراجل الطيب ده من الناس القليله اللي قالت لي اسبانيا هتكسب. ايه بقى توقعاتك يا عم بيبو، وازاي وصلت للمرحله هقول دي؟ لك، احنا شايفين اسبانيا من اول ما لعبوا شكلهم وحش. تمام ماشي. بس اسبانيا الفريق الوحيد اللي في البطوله اللي دخل فيه جون واحد من اول البطوله، اللي هو الماتش اللي فات. ماشي، بس انت لما شفتها بتلعب مع البرتغال كده ادائها كان سيء، ازاي ما هي وصلت؟ ادائها سيء، بس كل اللي بيلعب اسبانيا حتى لامين يامال قالها، يقول لك كل اللي بيلعب ضدنا كلهم بيقفلوا ورا، كلهم بيحط لاعبين ثلاثه على اليمين، فكلهم عاملين ديفنس زون كده. فاسبانيا مش واخده راحتها، عشان برضو اسبانيا مش شبه فرنسا، ما عندهاش برضو امكانيات قدام. ماشي. فهم عندهم يمين لامين على اليمين، وفيران ده طبعا على المالتيني. انت راجل على بابا الله، مش هيعمل حاجه. فهم قافلين كلهم بيلعبوا ديفنس زون قدام اسبانيا، لكن فرنسا بتلعب صاحب الجيم مفتوح. طب بس يعني ازاي الجيم رايح راجع. وبعدين يعني فرنسا اسامي قدام الدفاع مش اسامي، معلش مع كامل احترامي، ده فيهم واحد ابيض انا ما اعرفش مين، ما اعرفش جه فرنسا ازاي. في واحد فلت اوروبي فلت، اللي هو الباك ليفت، اللي هو ما اعرفش اسمه امير ولا اسمه. الدفاع بتاع فرنسا ما فيهوش غير اتنين، اوباميكانو وصليبا. بالظبط. فهو لا يعني انت لو هتلعب جيم مفتوح، كوندي بتاع برشلونه، بس انا مش معترف بيه عامه، حتى ما بيلعبش بكانت. ده حقيقه يعني بيلعب تشاوميني، الراجل متسقف من لامين باله يعني. لا بس هو عنده 4 هجوم يعني بفرقه كامله يا نجم. ما انت بتلعب ماتش مفتوح مع اسبانيا، واسبانيا احسن دفاع في اللي انا استغربته الصراحه، ما اتفرجتش على الماتش، مش هضحك عليك يعني، كان عندي قصه هنا. انت فاهم بقى. انت فاهم بقى. اخر 10 دقايق انا اتفرجت عليهم في الماتش بس يعني حسيت ان الموضوع، طبعا انا جيت في اخر 10 دقايق كانت اسبانيا انا اسف، كانت فرنسا ركبت الماتش، بس اصحابي كانوا متفرجوا على الماتش من الاول بيقولوا لي ان فرنسا ما جاتش في الايرلي جيم خالص، وليسيه ما لعبش. فانا ده مستغربه. انا متفاهم ان الدفاع بتاعهم مش اقوى حاجه، ولكن المفروض الهجوم بتاعهم يخليهم يجيبوا 3-4 مستريح. فان هم ما يجيبوش خالص، ان الشباب كلها تبقى يعني مترشمه كده. مش شايل حساب نص ملعب اسبانيا برضه. انت معاك 3 نص ملعب اسبانيا، يعني اوليسيه مش هينزل، مش هياخد راحته كده، فاهم. وبعدين عندك البلانتي اللي عمله لامين ده ذكاء منه. انا ما شفتش البلانتي، وما شفتش بلانتي عبيط كده، هو الواد كان بيطيرها، فلامين دخل نط عليه، فالواد شاط. الله يا بلدنا. فهو لبسها كده، فاهم. لامين يا بلدنا. فهو لا هو لبسها له، هي مش فاول اصلا. حتى هو شاطه هنا، بس هو لما لمسه بقى وقع بس شاط، فاهم، لبسها له. عامة نبارك لاخونا الوحش، يعني ان شاء الله هبقى اعزمه على حاجه ان شاء الله، بس بعد ما نخلص اللي احنا فيه ده ليه عزومه اكيد. طيب تاني نقطه بقى كنت عايز اتكلم فيها واخد رايك فيها. ايه رايك في منتخب مصر والاحتفالات اللي بتحصل؟ وايه رايك ان احنا وصلنا لدور 16؟ هل انت شايف ان احنا عملنا مجهود وفعلا نستحق عليه الاحتفالات دي، ولا ما عملناش حاجه وطلعنا بالحب، ولا ايه رايك؟ يا باشا احنا كنا نروح نص نهائي مرتاح. يا باشا مش يعني احنا اتسرقنا، صح. انت شايف ان احنا اتظلمنا؟ بص احنا كده اصلا اتظلمنا ما اتظلمناش، يعني انا مبسوط. انا مبسوط. مش معنى مصر احنا بقول لك ايه، ده احنا دور كام؟ احنا طلعنا من دور عشان دور ال 16 يعني. وصلنا لدور ال 16. وصلنا دور ال 16 يا اسطى. احنا كسبانين الارجنتين 2-0. انت واصله لك؟ انا متفاهم، وانا كنت انت فاهم حاجه؟ انا متفاهم وكنت ساعتها مجنون وبتاع وفي حاله، بس خليني اقف بقى في وجهه النظر اللي بتقول يا عم اللي 80 دقيقه ما عملش حاجه. وجهه النظر بتقول ان يمكن طريقنا كان سهل. شايف ان كان طريقنا سهل فعلا ولا؟ لا يا عم انا شايف ان طريقنا مش سهل، بس انا بحاول يعني اقف اللي هو ايه، عشان يبقى في حوار كده اقف قدامك. لا ما المانيا طلعت من اسمها ايه، فرقه صغيره كده، اوروجواي. انا نسيت والله. باراجواي. الباراجواي دي مش على الخريطه اصلا، ما عندهمش لعيب اوروبي. كلها بتمشي. والله كل اللعيبه ما عندهمش غير لعيب بيلعب في ليدز، لعيب واحد اوروبي. صحيح. فاهم. فلما الارجنتين المانيا تطلع من باراجواي، فاحنا كتر خيرنا يعني. فما فيش فريق صغير، ما فيش فريق صعب، وما فيش فريق سهل. انت مش عايز تقول يعني، انت عايز تقول ان كل الفرق كانت جايبه اخرها وما كانش فيه حاجه معينه، والشباب كانوا الكاس العالم ده المنتخبات كلهم فاير.
بالظبط منتخبات كاب فيردي يا عم. كاب فيردي ده كنت تعرف لا ما حدش يعرف حتى ما كنا يشاور على شفناها كاب في كاس فيردي. افريقيا قبل كده ما يعني. تعرف المدرب بتاع لا. كاب فيردي طلع للمدرب بتاع الارجنتين قال له احنا هنا على الخريطه، شاور له على الخريطه قدام. والله بكلمك بجد. الصراحه عملوا يعني ماتش ولا اروع، ماتش. ماتش اسطوري. بس عشان ما نخرجش من نقطتنا، مصر تستحق دور 16 ولا لا؟ كلمه لا يا باشا، ده العالم كله متفق على ده. تمام. العالم كله مصر متفق كانت على ده. تستحق انها تكسب الارجنتين ولا لا؟ كلمه واحده طبعا. بعيدا عن الظلم لا، التحكيمي، ما في- بعيدا عن اي حاجه. ما طبعا. طيب اخر سؤال بقى عشان نختم بيه، ميسي احسن لاعب في التاريخ ولا لا؟ لا ميسي اخويا ما اقدرش. عشان الناس عمي هتشتمك وعم في عيالي يا الكومنتس. اسطى، ما اقدرش. الناس عمي هتشتمك في وعم الكومنتس. عيالي يا عم. هتشجع مين في النهائي لو الارجنتين وصلت مع اسبانيا مثلا؟ بص، قلبي مع اسبانيا. للامانه قلبي مع اسبانيا، بس انا الراجل لو رفع كاس العالم مش هقول له لا. والله فاهم يعني، مش هتضايق، بس انا قلبي مع اسبانيا، انا عايز اسبانيا. والله اقول لك حاجه، انا فاهم؟ برضو وجهه نظري ان انا اي حد ضد الارجنتين انا موافق. شاون يعني سوليه أنا بس- خد بالك. وانا برضو والله الفكره كلها ان الارجنتين فعلا فريق عنصري. بيكسر يا جماعه. فريق ما كانش يعني تحس ان هو اكيد بيلعب كوره وكل الكلام الجميل ده، بس تحس ان هم بيلعبوا لعب، خلينا نقول لفظ كويس، مش لذيذ زي الكلاحه هو الكرويه اللي مش لذيذه. كلها كلحه، بس هو واصل عافيه يا اسطى. صحيح يعني صحيح. انت بتوصل النهائي يا عم. الراجل بتاع سويسرا واخد كارت احمر، ومن الكروت الانذارات اللي خدها مش عارف كان عامل اتكلم مع الحكم ولا عمل حاجه عبيطه كده يعني. فانت لا وخد انتوا كارت. صحيح انتوا واخدين البتاع في ايه يعني. مش والله بالبجاحه دي يعني. والله انا فاهم؟ انا فعلا مع اسبانيا، وهبقى ضد الارجنتين لو طلعت، ولكن ما بس نقدرش لو ننكر ان ميسي احسن لاعب في التاريخ. انا مهما كان يعني انت مع لو شفت ميسي اللي رافع غير- هتتضايق. اللي هو لو شفت ميسي رافع الكاس كده هتتضايق بالله عليك. هنتشتم كده. هنعمله ايه؟ محدش عارف يزعل من دي. كده احنا هنتشتم في الكومنت. بس انا اشجع اسبانيا، بس لو ميسي انا خدها. ضد الارجنتين، بس صراحه يا جماعه ميسي هو اللي قلب الماتش ال10 دقايق، بعيدا عن انه ضيع ضربه جزاء بتاعته اللي كانت مفتوحه. الكره اللي جابها براسه دي الكورتين. كان لا مش ميسي، كان واحد لعبها بيمينه اصلا، مش فاكر كان مين. ما علينا، انا بتكلم ان الجبهه بتاعته هي اللي كانت شغاله، بتاعت كريم حافظ اللي كان تقريبا انا فاهم معاك. مش معانا في الماتش، كان بيعمل حاجه ثانيه. بس اصلا عايز اقول لك الماتش اللي قبله هو قال معلش يا كابتن انا تعبت وخرج يعني. انا اول مره اشوف لاعب مش قادر. فاكر فيلم فاكر فيلم اللي هو يا جماعه خلاص مش قادر تعبت. فاكر فيلم تعبت يا جماعه خلاص سامعنا يا جدعان. عامة بقى في النهاية نحب نختم الحلقة بتحية خاصة لاخونا بيبو. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وكومنت تحت وتقول لي شايف لو تسيبني اقولها يا عم. طب يا عم قولها من زمان يا عم قولها يا عم. اعمل صح. اعمل صح. انت راجل صح. وتنساش تكتب الكومنت الجميل وتقول لي يا ترى لو الارجنتين عدت قدام اسبانيا هتشجع مين وتفتكر مين هيكسب.